اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل في القناة جوه مصر وبره مصر. ويلا يا حبايب نشوف ست الحبايب عاملة النهاردة فطار رمضان ايه. انا عاملة الفراخ الفلاحي الجميلة اللذيذة، الحاجة جايبها لي والله من على السطوح. وعاملة رز بشعرية معاكم، وعاملة ملوخية وسلطة وخيار ومخلل وفي برنجان. في خير ياما، رمضان خير ويامي. وكل سنة وانتم طيبين وأولادكم طيبة، وربنا يبارك في أولادكم يا أولادي يا رب. النهاردة قلت أعمل معاكم الفطار الجميل اللذيذ النهاردة. وخلي بالكم من مطبخ ست الحبايب يا حبايب. ويلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل في القناة جوه مصر وبره مصر. وكل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبة. النهاردة يا حبايبي فطرنا بقى في رمضان. انا جايبة فرخة الحاجة عطيها لي، ربنا يديها الصحة والعافية. الحاجة اللي هي اللي بتعمل معايا الكحك كل سنة، انتوا مش عارفينها. جايبة لي فرخة مربية من على السطوح، جميلة ازاي. انا مقطعة الصدور وادي الوراك اهي يا حبيبتي، وغسلاها ونقعاها. هي كانت جايه فله كده ولا برضو نجحتها، شوفي جميله ازاي اهي. يلا بينا نعمله فراخ النهارده ورز بشعريه النهارده للفطار بتاعنا ان شاء الله. ونحط يا حبايبي اهوت الميه بتغلي، ونحط الفراخ اهيت مع بصلتين برضو والوراك اهيت. عامله فرخه جميله اهيت عشان كل سنه وانتم طيبين. بحب احط البصل برضو ده. بحب احط البصل دي يا حبيبتي على الفرخه. وبحط بقى حبه الفلفل الاسمر. المهم الفلفل الاسمر على اي لحمه على اي فراخ لابد الواحد يكون بيحط حتى لو لحمه لابد تحطيها تكون منزله عليها الفلفل الاسمر. اي يا حبيبي الفرخه بتغلي، انا مخلطه طماطمتين ومصفياها اهوت. انا ما بنحطش طماطم، ماشي طريقتي في اي شوربه لحمه. بعد اللحمه ما تغلي بتاعتك خلطي الطماطم، وخلطي الطماطم وصفيها. المهم تصفيها سوا فراخ سوا بط. شوف الشوربه هتبقى جميله ولذيذه. والبصلتين دولت في اي طيور حلوين. انا يا حبيبتي الميه غلت باللحمه بالفرخه، الشوربه غلت بالفرخه بالبصل بالفلفل الاسمر. جتني حاطه الطماطم خلطتها ومصفياها. ادي تشربي شوربه او لحمه او بط او اي فراخ، اعملي زي ست الحبايب. وان وصلت لغايه كده بالله عليكي وحياه ولادك خلي بالك من اللايك. انا عملت معاكم يا حبايبي الفرخه، وعاوزه نعمل معاكم رز بشعريه اهو. عشان انا عندي من امبارح برام رز. بنحط بقى عليه ايه حبه ملح علشان يبقى الحبايه زي الحبايه. ما هنعمل معاكم النهارده رز بشعريه. انا غاسله الرز يا حبايبي واعمل معاكم رز بشعريه. اهي الشعريه يا حبيبتي بنقلب فيها معاك اهي. شوف الشعريه جميله ازاي وشكلها جميل ازاي. انا بنوريكم حبايه ملح، حط حبه ملح. شوف الشعريه مفيش واحده حمراء واحده سمراء ولا واحده بيضه، ليه؟ من شويه الملح. ماشي على خطوات ست الحبايب وانت هتاكلي رز بشعريه جميل. النهارده عامله فراخ ورز بشعريه، غير بقى العصاير والمخلل والبرنجان. رمضان خير وياما. بصي يا حبيبتي شوف الشعريه جميله ازاي. انا بوريها لك للكاميرا. بصي مفيش حبايه تلاقيه شكل والتانية شكل، ليه؟ من شويه الملح اللي انا حطيتهم معاكم. وغسله الرز اهو اهو يا حبيبتي. وبنحط على الرز حبه فلفل اسمر، وبنحط حبه الملح. اعملي حساب الملح اللي وبنقلب بقى. مش عارفه نقلب اي يا حبيبتي. بعد ما شوحتيه يجي 5 دقايق اهي،
اهي يا حبيبتي شوفي الشعريه جميله ازاي، وحط لها الفلفل الاسمر وحط لها الملح، وهنحط معاكم الميه اهو. وما نعبرش، انا بعمل كده بالبركه، بس انا عارفه المقادير وعارفه كل حاجه، كان برايم ولا رز في حله اهو. تبص الميه بتاعتها اهي عشان يبقى مفرفر وجميل اهو يا حبيبتي. وهنقفله عليه بقى وهنروح نشوفهم الفرخه. يلا ونقفله عليه ونشوف الفرخه. شوف الشوربه بقى اللي بنقولك عليها، وخلي بالك من خطوات ست الحبايب في الشوربه. بصي تشربي حبه شوربه جميله، البوخ بس مش مجربها انا. بصي هجربها لك بصي حمرا كده وجميله، ولا فيها طماطم ولا فيها حاجه. الفرخه هي يا حبيبتي عبل الرز ما يستوي واللحم والفرخه تستوي يا حبيبتي زي ما انت شايفه كده. شوف الشوربه جميله ازاي اهي، عبل الرز ما يستوي والفرخه تستوي يا حبيبتي. واحمر الفرخه وارجع لكم وانا بغرف ان شاء الله، واحنا بنحضرهم فطار رمضان. كل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه، وربنا يبارك في اولادكم ويبارك في صحتكم يا عيالي يا رب، انتوا واللي زيكم.